من حديد، المسمار يرفض أن يدخل فيه. يبدو أنك قد تعبت يا بطل. انزل أنت وأعطني المطرقة والمسامير، وسوف تسمع وترى هذه المطرقة وهي تهوي على رأس المسمار فيندفع داخل الحائط. هات 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 يا بطل. تفضل تفضل، أرني عضلاتك المفتولة وضرباتك الموجعة في الحائط يا كريم. هذا الذي يصنعه جيراننا فينا لا يرضي الله، لا يرضي الله. اهدأ يا أبا بكر، ربما هم يعملون شيئا في مسكنهم يحتاج إلى هذا الطرق. هذا الطرق كأنه مصوب إلى رأسي، أحس وكأن المطرقة تخترق جمجمتي تماما. اصبر واستعن بالله يا رجل. أين ولدي بكر؟ ها أنا ذا يا أبي. اذهب يا ولدي جيراننا، قل لهم إن أبي يريد أن ينام، تعب في عمله طوال النهار ومن حقه أن ينام. بكر، استخدم أرق الألفاظ وأطيب الكلمات، فنحن جيران، وللجار على الجار حقوق وله حقوق. أسرع يا بني، يبدو أنهم قد قرروا هدم المنزل على رؤوسنا. أسرع يا بكر. أمرك يا أبي. ألطف بنا يا إلهي. نعم. تررن 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 تررن. هل نجلس خلف الباب؟ انتظر يا بكر. نحن جيرانكم. أعلم ذلك. أبي تعب في عمله طوال النهار ويريد الآن أن ينام. إذا دعوه ينام. ولكن هذا الطرق في الجدار أذهب النوم من عينيه. يا خسارة. عموما لم يبقى غير 5 لوحات نعلقها، وينام والدك كيفما شاء. ألا يمكن تأجيل تعليق اللوحات إلى الصباح؟ لا لا لا، فقد استعرنا السلم من جيراننا وعلينا إرجاعه في أقرب وقت. وتحرمون والدي من النوم والراحة؟ إن كان على النوم فأعط لأبيك كوبا دافئا من اللبن، وبعدها سيغط في نوم عميق هانئ. لا حول ولا قوة إلا بالله. الطرق لم ينقطع بل يزيد. أراك عدت غاضبا يا ولدي، ماذا حدث؟ هؤلاء الجيران للأسف لا يعلمون شيئا عن حقوق الجار على الجار، وهم بصدد تعليق 5 لوحات أخرى. يبدو أنك يا ولدي لم تحسن أن توضح لهم مدى احتياجي لقدر من الراحة، أو خاطبتهم بأسلوب مستفز جعلهم يفعلون عكس ما طلبته منهم. أقسم بالله لقد أوضحت لهم مدى احتياج أبي لقدر من الراحة، ولكنهم، أقصد كريم، ضرب بذلك عرض الحائط وطلب مني أن... وما الذي طلبه كريم منك يا بكر؟ طلب مني أن أعطي أبي كوبا دافئا من اللبن، وبعدها سيغط في نوم عميق. شكرا لنصائحك يا سيد كريم. أهذا يصح من أبنائك يا أستاذ منصور؟ أين أبوه وأين أمه؟ هما في رحلة عمرة، أعادهما الله سالمين غانمين برضوان الله. اتصل حالا يا أبي بالشرطة لتمنعهم من تعليق 5 اللوحات الباقية. أيرضيك يا بكر أن يعود الأبوان إلى البيت فيجدا ولديهما مقبوضا عليهما؟ لا، لن يحدث هذا مني أبدا، نحن جيران. وماذا ستفعل إذن؟ سأدخل لأنام في غرفة مكتبي، فهي بعيدة عن هذا الإزعاج. من الذي كان يدق الجرس يا كريم؟ إنه بكر جارنا، يريدنا أن نوقف تعليق اللوحات لأن أباه لا يستطيع النوم من الطرق. لقد أخطأنا يا كريم حقا، فما دام هذا الطرق يضايق جيراننا فعلينا أن نتوقف عن ذلك الآن على الأقل. والسلم، هل سنعيده إلى الجيران دون أن ننتهي؟ نؤجل هذا. خذ، أمسك اللوحة جيدا. أخ رأسي، لقد انقسم نصفين رأسي. الدم غزير، ماذا أفعل؟ هيا ساعدني يا أخي. سأذهب إلى جيراننا ليساعدونا. انزلق السلم وسقطت اللوحة التي كنت أعلقها فوق رأس أخي، فشج رأسه وسال منه دم غزير. وأين كريم؟ لقد تركته ينزف في البيت. من هذا الذي ينزف؟ إنه كريم، لقد شج رأسه. وماذا تنتظرون؟ هيا نأخذه إلى المستشفى سريعا يا ولدي. حمدا لله، لقد اتفقت فصيلة دم كريم وفصيلة دم الأستاذ منير، وهي فصيلة نادرة. آسف يا عماه لأني أزعجتكم بما حدث، أنا في غاية الحرج والخجل.
نحن جيران يا عادل، ورسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ألهذه الدرجة يا عماه؟ كما حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيذاء الجار تحذيرا شديدا. ورد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الجار لا يأمن جاره بوائقه. قالوا: يا رسول الله وما بوائقه؟ قال: شره. هل فهمت الآن يا بني؟ أستغفر الله، أستغفر الله، كم أخطأت في حق جيراني. حتى لو كان جارك يا بني على غير دين الإسلام فيجب عليك مراعاة حقوقه. وما هي حقوقه يا عماه؟ من حقوقه يا بني البشاشة في وجهه، وعيادته إذا مرض، وتعزيته في مصيبته، والصفح عن زلاته، وعدم التطلع إلى عوراته، وعدم مضايقته، وملاحظة داره عند غيابه، وعدم التجسس عليه، وغض البصر عن حرمته، والتلطف مع أولاده. صدق رسول الله حين قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هل نسي أبي ما فعله كريم؟ هل نسي رفضه تأجيل تعليق اللوحات؟ وكيف واصل الطرق ليحرم أبي من الراحة؟ هل نسي يوم كان يفتح جهاز التسجيل عاليا ليلة اختباراتي؟ هل نسي أبي ذلك؟ من حقهم علينا يا بني أن نحتمل أذاهم، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 3 يحبهم الله، و3 يشنأهم الله، أي يبغضهم الله. وذكر من ال3 الذين يحبهم الله: الرجل يكون له الجار يؤذيه جاره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ظعن، أي يرحل أحدهما أو يسافر. لا بد أن أبي قد عاد من المشفى. السلام عليكم. حمدا لله على سلامتك يا أخي. إن كريم أصر على أن يعتذر إليك قبل أن يدخل بيته. سامحني يا أخي على ما حدث مني، فقد كنت أجهل ما يجب علي نحو جيراني. لا عليك يا أخي، ولكني أذكرك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا.